السلام عليكم، ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحة وسعادة. وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جبتلكوا طريقة البسيسة بس خطيرة جدا. هتعجبكم جدا. لو انتي اول مرة تعمليها انا متأكدة ان هي هتنجح معاكي ان شاء الله. بس امشي معايا دلوقتي على المكونات بتاعتي بالظبط. انا جايبها لكم بالجرام وبالكوبايه، يعني ما فيش عندنا اي تلاكيك. فان شاء الله هتنجح معاكي من اول مره. عايزين بس قبل ما نبدا نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جهزي بقى كوبايه الشاي ويلا بينا نشوف هنعمل اجمل بسيسه ازاي. هنقول بسم الله وهبدأ في المكونات. معايا 230 جرام من السكر، ما يعادل كوب إلا ربع، ومعايا 2 ظرف فانيليا و2 بيضة. معايا 150 جرام من الدقيق المتعدد، كوباية كبيرة. و190 جرام من الدقيق الذرة، يعني ما يعادل كوب وربع. ومعايا 100 جرام من الزيت، ما يعادل نص كوباية. و25 جرام لبن بودر، ما يعادل معلقتين كبار. معايا 16 جرام بيكنج باودر، يعني تقريبا معلقة كبيرة. ونسيت اقول لكم على كوباية من المية بنفس الفنجان اللي انتوا شايفينه في الزيت. تمام. هبدأ دلوقتي اجيب الخلاط واحط فيه الاتنين بيضة. هنزل عليهم بالفانيليا والسكر واللبن البودر. هنضربهم بقى بالخلاط كده كويس، واتأكد ان السكر داب معايا ومبقاش ظاهر في الخليط بتاعي. لازم اضربه كويس جدا جدا، واتأكد ان ملمسه بقى ناعم. بعد ما خلاص اتأكدت ان السكر ناعم، هنزل دلوقتي بالزيت وكوباية المية. انا سبت كده كام معلقة علشان يعني خفت يكون الدقيق نوع مختلف او حاجة، فهرجع احطهم بعد كده. هضربهم كويس جدا مع بعض، وهرجع احط عليهم دقيق الذرة. دقيق الذرة بيتقلب معايا بسرعة، وكمان مش هحط البودر دلوقتي، فما تقلقيش من الخطوة دي نهائي. اضربيهم كويس جدا في الخلاط وكوني متأكدة، يعني ما تقلقيش من حاجة. اتأكد بس ان انزل في الجناب كده واضربهم تاني علشان يبقى كل حاجة اتضربت كويس. كده تمام. هجيب الطبق بقى اللي هكمل فيه العجن بتاعي او الخليط، يعني هصب فيه الخليط اللي عملته، واتأكد بس ان نزلت كل حاجة. الحاجة غالية يا جماعة، فحاولوا كده ما تهدروش كتير. هنزل دلوقتي بالدقيق انخله. ودي خطوة مهمة جدا برضو، ان احنا ندخل كمية هواء في الكيكة بتاعتنا، بتبقى حلوة جدا. تمام. انا كده نخلته. هنزل دلوقتي بمعلقة من البيكنج باودر. تمام جدا. هبدأ دلوقتي بقى اقلبهم بالسباتولا او بالمضرب اليدوي، اي حاجة متوفرة، يعني مش هنقول لا. هنقلبهم كويس كده في اتجاه واحد، و اتأكد يعني ان ما دخلش كمية هوا بقى لما بدخل البيكنج باودر. خطوة مهمة جدا. بعد ما خلصت الخليط تماما، هنزل دلوقتي بمعلقة من الخل، وهزود بقى معلقتين من المية او 3 معالق من المية، وهبدأ اقلبهم كويس جدا مع بعض كده. الخل طبعا زي ما اتفقنا بيفرق معايا جدا، بيشيل اولا زفارة البيض، بيخلي الكيكة مش غامقة معايا، بيخليها فاتحة شوية. كمان دي كيكة ذرة. وكمان بيساعد ان الكيكة تبقى هشة، يعني ليه مزايا بصراحة كتير جدا. فأتمنى ما تستغنيش عن معلقة الخل دي. انا كده قلبت الخليط كويس وقوامه بقى تمام معايا. هبدأ دلوقتي بقى اجيب صينية، يعني طبعا بعد ما احط المية هبدأ اجيب صينية وادهنها زيت وابدرها دقيق.
تمام، واشيل اي زوايد للدقيق، وهوريكم الصينية دلوقتي وانا بدهنها وانا كمان ببدرها دقيق. ليا طلب عندكم، لو انتوا بتشاهدوا القناة بتاعتي اتمنى فضلا وليس امرا ان انتوا مثلا سمعت الفيديو تحطيلي بس لايك، لان ده بيفرق معايا جدا. دي حاجة. تاني حاجة، انا بلاقي الفيديوهات عندي يعني في مشاهدة وكل حاجة حتى لو بسيطة، بس مش بلاقي فيه لايكات. يعني ممكن الاقي مثلا يعني 50 مشاهدة، بما اني قناة لسه صغننة، يعني 50 مشاهدة 100 مشاهدة تمام، بس مش بلاقي فيه لايكات، فدي حاجة بتزعلني جدا. فلو شايفين المحتوى كويس ويستاهل اني اكمل يعني واستمر، ان انتوا تحطولي اللايك، دي اهم حاجة عندي بصراحة. طبعا تعليقاتكم بتفرحني جدا، بتبسط قوي. فيعني اتمنى منكم تحطولي اللايك، وكمان لو هتقدروا تعملوا لي مشاركة، او يعني الحاجات دي كلها بتفرق معايا جدا. وشكرا لكل حد بيدعمني وبيشجعني وفيديوهاتي بتعجبه، شكرا والله من قلبي جدا. المهم بقى نرجع لكيكتنا او بسيستنا الجميلة دي. انا كده صبيتها في صينية تقريبا مقاس 22 او 24 اعتقد يعني. بصوا، هي اصغر صينية في طعم الصواني. تمام، انا كده صبيتها. هحطها بقى في فرن مسخناه يعني قبليها كده ب5 دقايق. سبتها على درجة متوسطة وعلى رف وسط، وكمان سبتها مدة 35 دقيقة. ممكن تسيبيها 30 دقيقة لو انتي مش عايزة وشها يبقى مقرمش وطرية من جوه. انا بصراحة حبيت الحتة دي قوي، خليتها 35 دقيقة بالظبط. طلعت لي من فوق كده كريسبي شوية، ومن جوه كده طرية وناعمة قوي وحلوة قوي. فطبعا ده موضوع اختياري بالنسبة لي. المهم بقى، كيكة خطيرة جدا، وشكلها وطعمها بجد يفرح القلب الحزين. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، تاكلوها بألف هنا وشفا يا رب. أتمنى بقى زي ما قلتلكوا تدعموني في قناتي لو عجباكم، واشوف اللايكات بتاعتكم الحلوة فضلا وليس امرا. يعني اهم حاجة عندي اللايكات يا جماعة، اللايكات يا جماعة، عشان بفرح بيها والله. وشكرا لكل كلمة حلوة بتقولها لي، ويا رب كيكتي او البسيسة النهاردة تعجبكم. وشكرا ليكم، وسلام.